بالعقب من ميغاتري واصطدمت بيد اللاعب امامنا على الصوره. يتاسف لهذا الخطا. سنشاهد الركنيه وبالفعل فيها الخطا. ركنيه وقفها اللاعب بالناي بيده اليمنى بعد تنفيذ ركنيه. اول ركنيه كنا نحاول تصحيح الخطا الحارس، اسم الحارس على القميص. جاءت الركنيه وجاءت اللقطه من ميغاتري وجاء الخطا من هذا اللاعب امامنا بالناي. يتاسف لتلقيه بطاقه صفراء، البطاقه الثالثه في اللقاء. من سيتولى تنفيذ هذه الركله، ركله الجزاء؟ ربما عبد الملك زيايا قد تعيد الروح الى المباراه اذا تمكن عبد الملك زيايا من تسجيل الهدف وفتح مجال التهديف حتى نخرج ربما من الرتابه التي شاهدناها في الشوط الاول. سنتابع في لحظه تركيز عبد الملك زيايا امام الحارس طوال عثمان. هل من سيكون له او من ستكون له الكلمه الاخيره؟ عبد الملك زيايا في لحظه التركيز ويوقع الهدف الاول. يباغت الحارس الطوال ويوقع الهدف الاول في المباراه. جاء مباشره بعد استئناف الشوط الثاني. وفاق سطيف يتمكن من تسجيل الهدف الاول في المباراه. وفرحه لجمهور الوفاق بالمدرجات طبعا، ورقصه جماعيه وفرحه جماعيه لعناصر الوفاق سطيف الهدف. الان هذا الهدف قد يحرر عناصر الوفاق وايضا قد يكون ايجابي من جانب فريق اتحاد بالعباس حتى يخرج من منطقته ويحاول تعديل النتيجه. ربما سنشاهد اداء افضل رشيد بعد ما تمكن وفاق سطيف من فتح مجال التهديف. ربما لان فريق اتحاد بالعباس هو الان مطالب بتغيير منظومته الهجوميه واساليب